لو استثمرت نص مليون من 2005 كان زمانهم عملوا ايه دلوقتي؟ يجيبوا عربيه مرسيدس عيون سعرها بتاع 700 800 الف دلوقتي، ما يجيبوش كيا بيكانتو مستعمله دلوقتي، او بتاع 7 كيلو ذهب يعني بتاع 25 26 مليون دلوقتي، ما يجيبوش 150 جرام حتى دلوقتي، او عقار في منطقه نظيفه سعره بتاع 25 30 مليون كمان دلوقتي، يجيبوا شقه صغيره في منطقه شعبيه دلوقتي. يا جدع انت ازاي تدخل علينا واحنا قلقانين؟ او مزرعه 10 فدان تسوى لها على الاقل 5 مليون دلوقتي، ولو كنت كملت وخدت من فسايلها واستثمرت كان زمانها دلوقتي وصلت يمكن 100 فدان ويمكن اكتر وتسوى 50 مليون او اكتر. الاستثمار اني احط فلوسي في حاجه تجيب لي عائد بالاضافه انها تحافظ على فلوسي، في حين الادخار هو المحاوله على الحفاظ على قيمه الفلوس. ده بقى فرق الاستثمار عن الادخار. لو عجبك المحتوى ده اعمل لايك وتابعنا الفترة الجاية، هننزل شوية فيديوهات عن الاستثمار الزراعي ان شاء الله باذن الله تنفعك. المهم انا اتمنى اكون افدتكم، ولو في عندكم بقى اي استفسارات كلمونا او ابعتوا لنا على الصفحة او على الواتساب وان شاء الله نكون في خدمتكم. يلا مش هطول عليكم اكتر من كده، باي خدمات السلام عليكم.